النهارده المغرب اتأهلت لدور ال 16 على حساب المنتخب الامريكي، هتلاعب مالي في دور ال 16. دي فرقه كويسه كمان. يعني هنا برضو احنا عندنا كانت على المغرب في الاول دي خسرت من البرتغال هزيمه ثقيله بسداسيه، وخسرت في بدايه مشوارها من اليابان بثنائيه، وبرضو كانت يعني الظروف مشابهه يمكن اسوأ مننا، ورغم كده عرفت تتخطى الموضوع. خلي بالك ان الناس دي اوريدي، يعني احنا المغرب عامله لنا مشكله، لان احنا كل شويه عمالين نقارن نفسنا بالتجربه نشوف النموذج. أيوة. يعني المنتخب الاول، المنتخب بتاع 23 اللي خد كاس عالم، بعدين ادي منتخب 17 سنه بيتاهل، عندهم منتخب المحليين خد بطوله افريقيا، وبعدين احنا رايحين بطوله افريقيا في المغرب. لا ده احنا عنا على المنجم بتاعهم الاكاديميه. ما هي دي المشكله. يعني هو ده النموذج اللي احنا بنشوفه. اتحاد الكوره. فاحنا المشكله اللي عندنا ان احنا في ساعات المنتخبات، وانا فاكر ده من ايام ما احنا كنا بنلعب منتخبات 19 سنه، بعد ما تخلص البطوله بيجوا قافلين الصفحه. خلص بقى الناس دي بقى بتضيع. لو ما كانوش بيلعبوا في انديتهم، يعني احنا كنا منتخب ساعتها، احنا كلنا لعبنا منتخب مصر. يعني منتخب يعني هي دي المشكله 19 سنه بتاعنا. طبعا. لان انا لازم اشوف انا بعد كده هستخدمه فين. يعني حضرتك هنتكلم على مثلا المنتخب الثاني اللي هو لاعب النهارده مع الجزائر، المنتخب كابتن حلمي طولان. ايه اللي نجح المغرب عندهم فيجن، عندهم رؤيه. قال لك انا عايز 2030 زي المملكه العربيه السعوديه. ما استراتيجي دي اللي هي يعني ايه بعيده. ده مش استراتيجي بقى، ده الفيجن، دي رؤيه اللي هي بعد 15 سنين. عشان اوصل ل 15 سنين دي لازم اعمل استراتيجي اللي هي البلان بتاعت كل سنه. او البلان بتاعت 3 سنين. هي الاستراتيجيه بتكون على المدى البعيد، وفي طبعا الخطه اللي هي بتكون قصيره المدى، وفي بالظبط كده زي ما حضرتك بتقولي، وفي متوسطه المدى وبعيده المدى. لكن انت عندك يعني في حاجات احنا بنسميها عندنا حاجات اسمها ميجرز او قياسات بتقول لي ان انا ماشي صح على الطريق ده. لو انا مش ماشي صح على الطريق ده باجي مغير. وكلنا موضوع يعني انا دكتور بشري لكن درست اللي هو اداره الاعمال. فببقى عارف ان انا لما بحط حاجه للبعيد هوصل لها ازاي. المغرب عملت كده. السعوديه عملت ايه؟ دوري روشن ده بقى بيجيب ناس عندها 26 سنه و25 سنه بتلعب في عبد الرحيم اتفضل. والله ابو جاسم انا اشوف مجموعه قويه جدا، المغرب والسعوديه، والفائز من عمان والصومال، والفائز من اليمن وجزر القمر. اتوقع انه يكون عمان واليمن، توقع. فاتوقع تكون مجموعه جدا صعبه، خاصه انه المنتخب السعودي والعماني واليمني تقريبا نفس الشيء، اللي حيكون مختلف المنتخب المغربي. فاتوقعها ان شاء الله يعني انه المنتخب السعودي يقدم مستوى يليق به، خاصه انه النسخه اللي فاتت طلع من البدايه يعني المنتخب السعودي. بس نذكر النسخه الماضيه شاركوا بالرديف. هل الموسم، هل البطوله هذه بعد بيشاركوا بنفس؟ لا ما اعتقد مستحيل يعني. خاصه انها تكون في قطر، وبالجوائز هذه حتكون مهمه لكل شيء في المنتخب، يعني مو بس اللاعبين، حتى للاداره.